السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر كل واحد دعمني في هذه القناة وضع اللايك او بارطاجا هاد الفيديوهات ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكل واحد اشترك في القناة ديالي. نتمنىكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. الوصفة ديال اليوم واحد الخلطة زوينة كدار في الدجاج. كيجي الدجاج فيها لذيذ بزاف. انا غنديرها على الفخاد ديال الدجاج. الفخاد ديال الدجاج كما العاده كنغسلوهم بالملحه والحامض، وكنخليهم في الملحه والحامض وحتى كنغسلوهم مزيان ونخليهم يقطروا. انا فلحتهم هكا على 3 ولا 4 اللي بغيتو هكذا. فواحد الطحانه غادي ندير هنا واحد البصله مقطعه هكذا، و4 ديال الفصوص ديال الثوم. هذه هي الخلطه اللي غادي نديرو اللي كتجي لذيذه بزاف الدجاج. عندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وغادي نضيف لها واحد معلقه صغيره ديال التحميره، ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال لاموطاد. كيعطي واحد البنه زوينه لهاد لاصوص اللي كدار. وعندي هنايا ازير اللي كيجي زوين مع الدجاج صراحه. كيعطي لهاد الخلطه هادي الدجاج زعما صراحه كيجي زوين فيها، وسهله التحضير ماشي شي حاجه. انا غنضيف زيت الزيتون وغنضيف واحد شويه د الماء. انا ما صورتوش هنايا، غادي تنبغي نطحن غادي ندير واحد شويه ديال الماء باش تجينا لاصوص شويه سائله. كما كتشوفوا انا طحنتها دابا ها كيفاش كتجي. المذاق ديالها كيجي زوين في الدجاج صراحه. فواحد الصينيه ديال الفرن شفتوا كيفاش كتجي هاد لاصوص هادي او هاد الخلطه هادي ديال الدجاج. كتجي زوينه، ممكن ترقدوهم وديروهم في الثلاجه الا بغيتو. حتى هكاك مباشره وديروها في الفرن كيجي زوين صراحه، كتعطي المذاق. صافي كندهنوا داك الدجاج هكا. كما قلت لكم ممكن تخلوه في الثلاجه ليله كامله، 2 سوايع، ساعه، اللي بغيتو هي. وتقدروا ديروها حتى هكذا، يعني تخشوها في الفران كيجي هكا زوين كيجي. خلطه زوينه صراحه ومنسمه بهذا بالزعتر، ماشي بالزعتر نسمه بازير كيجي زوين في الدجاج صراحه. صافي كنبقاو ندهنوا هاد الفخاد ديال الدجاج هكا، ومن بعد عاود كنقلبوهم وندهنوا مزيان 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 ونقلبوهم على الوجه ديالهم عاود. صافي هكذا كما كنقول. هانتوما هما وجد دابا. انا ما خليتوش كاع يعني بات ولا شي حاجه، راه جا لذيذ هكا. ممكن نتوما تخليو في الثلاجه راه يجي احسن واحسن كاع. صافي غطيت هاد الصينيه بداك البابي كويسون، وغادي ندير هنايا الورق ديال الالومنيوم باش كيطيبوا مزيان وكيجيو هشاشين من الداخل ملي كيتغطاو هكذا. صافي غندخلهم لواحد الفرن اللي هو ساخن على 180 درجه، وغادي نخليهم يطيبوا تقريبا شي مده ديال 45 دقيقه هكاك، 40 دقيقه. كيطيبوا مزيان كما كتشوفوا حتى طابوا. دابا حليت عليهم داك البابي كويسون وغادي نخليهم يتحمروا. هنا في واحد نقيله درت معلقه الزبده، درت معلقه ديال التحميره صغيره مع شويه السودانيه، ودرت الثومه اللي هي بودر، ودرت ازير. بطاطا انا قطعتها طريفات صغار وسلقتها من قبل. صافي كنديرهم في هاد الخلطه هذه كيجي زوين. ازير كيجي زوين حتى هو مع بطاطا، كيعطي واحد الخلطه زوينه. المهم
هاد البطاطا كتجي زوينه بهاد الطريقه هادي، نتمنى تعتمدوها حتى هي، كتجي صحيه وزوينه. بالنسبه للدجاج، فخيط الدجاج هما طابو، كيجيو محمرين، كيجيو زوينين وطيبين من الداخل وفيهم واحد الرائحه يا سلام. نتمنى انكم تعتمدوا هاد الوصفه هادي، ديروها في الدجاج راها كتجي زوينه، كيجي محمر، كيعطي واحد اللون زوين غزال. انا غادي نرافقكم بهاد البطاطا اللي صايت حتى هي بازير، كيجي حتى هي كتجي زوينه مع الدجاج وصحيه كما قلت لكم. هانتوما هذا هو الطبق النهائي. الطبق النهائي كتجي الدجاج كيجي محمر وكيجي طايب من الداخل ما شاء الله، ولذيذ بزاف صراحه. الا جربتوا هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى الا عجبتكم هذه الوصفه اخواني اخواتي تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ودائما مع وصفات اللي هي بسيطه وسهله في متناول الجميع. ونتمنى ان هذه الوصفه دي تكون معتمده عندكم، راها ديروها لوليداتكم ولا حتى الضياف اللي جاو عندكم هكا، تقدروا ديروها في الدجاج، يعني الدجاجه كامله ولا طريقه ولا الدجاج مقطع اللي بغيتو، راه كتجي زوينه صراحه. كما كتشوفوا هنا الدجاج كيجي طايب وزوين والمذاق ديالو من السم. غادي نخليكم هنايا خوتي خواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.